أول رحب بالشاعر الكبير المعروف سمران بن عايض القثامي في منتدى ديوانية عشاء. الله يبقيك أبو عبد العزيز، وحقيقة أن شرفنا بمشاركتكم معنا في هذا الحفل ابتهاجا بافتتاح مركز العاند الذي أتى بعد مخاض طويل ولله الحمد. الفرحة غامرة والأهالي مبتهجين، ونسأل الله العظيم أن يكون عونا للأهالي على تحقيق ما يصبون إليه، ويسعى رئيس المركز في تلبية طلبات الأهالي بقدر المستطاع. فالمنطقة تعاني كثيرا من الإهمال وجفاء المسؤولين في محافظة الطائف، فالأمل كبير والأهالي يعولون كثيرا على رئيس المركز، ونتمنى له العون وللمنطقة النماء والرقي. أولا صراحة يعني شهادتي يعني يمكن مجروحة شوي، يعني نشكركم على هالتكاتف وهاللحمة وهالوقوف مع بعض، وإن شاء الله يعني أن هالتكاتف يستمر حتى تأتي الطلبات للمنطقة عن طريق رئيس المركز أو عن طريق التكاتف الأهالي. فكلمة يعني تحث فيها جميع القرى المجاورة حولكم على التكاتف، ونكون يد واحدة في خدمة الناس كلهم. حقيقة التكاتف الذي تشهدونه من أبناء قبيلة القثامي إنما هو من منطلق إسلامي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولن ترتقي أي منطقة إلا بجهود أبنائها، فمن ينتظر الخدمات تصل بدون مطالبة وبدون سعي وبدون جهود حديثة فلن يتحصل على أي خدمة. فنحن والقرى المجاورة ومنها مركز عشيرة لنا سنوات وبحت أصواتنا وحفيت أقدامنا في المطالب ولم يتحقق شيء ونحن نطالب، فما بالك بالناس أو الأشخاص الذين لا يسعون في مطالبهم. فحقيقة المعاناة واحدة في منطقة عشيرة وشمال الطائف، والهموم مشتركة، وندعو جميع الأهالي في شمال الطائف إلى تضافر الجهود والتعاون على مطالبهم والتشاور والاجتماعات المتكررة فيما يخدم المنطقة. وحقيقة المنطقة تحتاج إلى الشيء الكثير، وقبل فترة وجيزة يعني لمست من أبناء عشيرة جهود حثيثة وتواصلوا معي، وذهب منهم مجموعة إلى الرياض لمناقشة وضع ازدواجية طريق عشيرة بعد الحوادث المحزنة التي وقعت في شهر رمضان المبارك، وخطواتهم مشكورة، وبإذن الله سيكون هنالك ثمرات لهذا التواصل مع الجهات في منطقة مكة وفي الرياض. ولن يتحصل أبناء المنطقة أو أي منطقة على مطالبهم إلا بجهودهم وبسعيهم وتعاونهم فيما يخدم مناطقهم. ولا شك أن ما تخلو منطقة ولا ديرة إلا لها طلبات كثيرة. يعني أهم مطلب يعني في المرحلة الجاية تشوف يعني مطلب يعني ترى أنه يعني ضروري تنفيذه في أسرع وقت ممكن، وأن جميع الناس يتكاتفون في تحقيق هذا المطلب. وأنا أعتقد يعني مناطق شمال الطائف تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات، لا بلدية ولا توسعة طرق ولا أي خدمة يعني نقدر نذكرها ونشكر الجهة القائمة عليها. الاتصالات ضعيفة، المواصلات رديئة، فجميع الخدمات الضرورية غائبة عن منطقة شمال الطائف. ونرفع يعني مطالبنا عن طريق الوسائل المتاحة، سواء صحف مقروءة أو منتديات، بجميع مطالبنا لعلها تصل إلى آذان صاغية وإلى مسؤول يقدر الأمانة التي حمل إياها لخدمة أبناء الوطن. نشكرك أبو دان هذا اللقاء وسعد صدرك علينا شوي. الله يعافيك أبو عبد العزيز، وحقيقة أني سعدت بلقائك في هذا المساء، فأنت من أبناء عشيرة البررة الذين يسعون جاهدين إلى خدمتها من خلال المنابر في الخطب وفي الأعياد. وأشكر لك أبو عبد العزيز هذا الجهد، وأسأل الله العلي العظيم أن يحقق أماني أبناء شمال الطائف في جميع ما تحتاج هذه المناطق من خدمات. وشكرا جزيلا لحضوركم في هذا المساء. جزاك الله خير.